ما تلتصبر بانتظارك أيها المحيي الشريعة، ما التصبر بانتظارك أيها المحيي الشريعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيع، كم ذا إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، نعم يا موالو. أحد المشايخ كان يكرر كل صبر ندبة الإمام صاحب الزمان، وهو يكر من قول أين استقرت بك النوى، أم أي أرض تظلك أو ثرى، أبي رضوى أم غيره أم ذي عزيز علي أن أرى الخلق ولا أترى. نعم حبيبنا صاحب الزمان عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. الظاهر هذا الشيخ، هذا الإنسان الموالي، هذا المخلص محب لصاحب الزمان. نعم رأى صاحب الزمان بالمنام وهو يقول يا شيخ أنا بين الحسين والعباس، والله يؤلمني حين أدخل هذه الروضة المباركة بين الحسين والعباس، وأرى أفرادا من هنا وهناك يضحكون مسرورين. نعم والإمام صاحب الزمان في هذه الروضة يخاطب جدي الحسين يا وهويت إلى الأرض جريحا. انتبه الخطاب الإمام صاحب الزمان شي يقول له؟ يقول له وهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها. يعني يقول له يا جد أنت جريح وعلى الأرض ممدد، وإجوك وسحقوك بالخيول، أنت مجروح بعدك عدلها يا جد. ماذا يبيج إن صبرت لوقعة القف الفظيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع. هنا سيد حيدر يقرأ هاي الأبيات لصاحب الزمان. سيد حيدر قال يا صاحب الزمان